تركيا برا مونديال. خلاص، 65 تسديدة في ماتشين، 0 أهداف، ودلوقتي قاعدين يعيطوا في غرفة الخلع. أردا جولير طلع يعتذر للجمهور، وفي إيد واحد من باراغواي الكارت اللي ودعهم. وبس استنى الجامد، باراغواي سجلت بعد 64 ثانية بس من بداية أماتش أسرع هدف في المونديال كله، وجالارزا فوندا صاحب الضربة. ده مش ماتش، ده اغتيال. وفي حتى هتفشخك، الميرون اتطرد لأنه غطى بقه وهو بيكلم لاعب تركي. أول كارت أحمر في تاريخ كأس العالم بالقانون الجديد ده. باراغواي لعبت نص ساعة ب10 وكسبت ب10 وودعت تركيا ب10. ده اللي اسمه يوم أسود. نيجي للبرازيل، كسبت هايتي ب3، كونيا دبل وفيني جونيور هدف وأسيست. خليني أوجعك بالرقم، فينيسيوس عندوش 6 مساهمات تهديفية في 6 ماتشات مونديال، أكتر من رونالدينيو في مشواره كله، 2-6. بس أنا هقول لكم رأيي بصراحة، ده مش برازيل. حتى BBC كاتبة أما مونديال لسه بيستني برازيل الحقيقية تبان. أنشيلوتي لسه ما لقاش التشكيلة، وإندريك قاعد على الدكة في ماتش ضد هايتي. الخبر الحلو الوحيد، نيمار جاهز ضد اسكتلند. يلا يا مستر، فوق. وفي إنجاز عربي، المغرب كسبت اسكتلند بهدف سيباري في الدقيقة الأندر. ده تاني مغربي ياخد جايزة رجل إماتش في يومين. وآخر 6 ماتشات دور مجموعات لمغرب في المونديال، 0 هزيمة. أسطورة خلاص. طب وإنت اللي قاعد قدام الموبايل ده، أنهي خبر فيهم وجعك أكتر؟ خروج تركيا بال0 ولا الكارت الأحمر بسبب البق؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرأ.